معايا واحد من أهم نجوم مصر، وأنا على المستوى الشخصي أو ناس كتير كمان يعني اللي اتفرج عليه بجد، واتفرج وهو كلاعب. واحد أنا بالنسبة لي هو أهم لاعب وسط مدافع جه في تاريخ مصر، كابتن مجدي عبد الغني، نجم مصر ونجم النادي الأهلي الأسبق. والى جانب ان هو طبعا رئيس جمعيه اللاعبين المحترفين. كابتن مجدي، برحب بيك. الو. كابتن مجدي، ازيك؟ الحمد لله يا اسلام، صوتك واطي يا اسلام قوي. لا، مش عارف يا يا كابتن. ريت يعلوا يا ريت يعلوا الصوت شويه. طيب، هما بيحاولوا يعلوا صوت. اخبار حضرتك ايه يا كابتن مجدي؟ الحمد لله الحمد طب لله. الحمد لله. مكسر انت الدنيا ببرنامجك يا كابتن. الحمد لله والله، ده فضل من عند ربنا. ربنا يكرمك. كابتن الله مجدي، يخليك. الاول طبعا يعني كاهلاوي وواحد من نجوم طبعا النادي الاهلي الكبار، وواحد من نجوم مصر. يعني مباراة العودة بالنسبة للنادي الأهلي أمام الوداد المغربي، كيف تنصح كولر ولاعبي النادي الأهلي في المباراة الصعبة أمام الوداد المغربي؟ والله انا على المستوى الشخصي انا مراهن على فوز الاهلي مم. بالكاس، يعني دي حاجه. مم. الحاجه الثانيه طبعا فريق النادي الاهلي اعتقد ان دوافعه اقوى من دوافع الوداد. مم. لعيبه النادي الاهلي عايزه تعوض الهزيمه الموسم الماضي وضياع الكاس اللي مم. فات. فبالتالي وبعدين فوزهم بهدفين او لو كان حتى بهدف هنا في مصر، مديهم دفعه قويه جدا انهم اخترقوا دفاعات نادي الوداد وقدروا انه يجيبوا بيه هدفين. فبالتالي زي ما قدروا يجيبوا هدفين هنا ممكن يحرزوا هدف هناك. فالمساله كلها مساله ما لهاش دعوه لا بخطط ولا ليها دعوه باي حاجه الا بروح وقتال واصرار لعيب الفريقين. كل واحد فيهم الاكثر اصرارا والاكثر قوه والاكثر روحا واللي عايز يكسب، يعني اللي عنده اصرار على المكسب اكثر هو اللي هيفوز باللقاء. واعتقد ان الشروط دي كلها موجوده في فريق النادي الاهلي يعني. طيب كابتن مجدي، يعني البعض بيخشى من إسناد المباراة للحكم بملك تسيما. ما يتهيأليش، يعني انا ما يتهيأليش حكم يعني دولي وحكم له قيمه ممكن ان هو ومباراه بتذاع على الملايين بتتفرج عليها في الوطن العربي وفي افريقيا وفي اوروبا. ما يتهيأليش انه ممكن يعمل حاجه، وخاصه في وجود الفار. الكلام ده كان ايام انرامو وانا معاك، اللي هو لاعب الكره دخل الجون بايده في ماتش الترجي والاهلي. انما دلوقتي في وجود الفار اعتقد ان يعني بنسبه 90% العداله موجوده، وبنسبه 90% تلاعب الحكم اصبح من الصعب جدا انه يتم يعني. احنا اللعيبه تركز واللعيبه تطمن تماما ان الحكم مش هيقدر يعمل حاجه، وانهم هم يركزوا في انهم بس يكسبوا اللقاء ان شاء الله. إن شاء الله.